عارفين الشورية اللي بيمسكها أبونا في القداس ليه فيها أجراس متعلقة؟ الشورية موجودة من زمان قوي، من أيام موسى وهارون، ومن ساعة ما ظهرت كانوا بيعلقوا أجراس فيها، وده عشان وقتها مش مسموح لأي حد يدخل الهيكل إلا الكاهن بس، وكان بيربط الكاهن في رجليه بسلاسل عشان لما الكاهن يبخر الأجراس كانت تعمل صوت وترن ويسمعها الناس الموجودين بره الهيكل ويعرفوا إن الكاهن بخير. أما لو صوت الأجراس دي وقفت يبقى في حاجة حصلت للكاهن، وساعتها يسحبوا السلاسل عشان يخرجوه. وأصبحت الشورية على مر العصور حاجة أساسية في الصلاة، وبنحط فيها جمر وبخور، والبخور يرمز للصلوات الصاعدة أمام الله. وأثناء القداس أبونا بيلف في الكنيسة من الشورية على شكل علامة إنفينيتي، الما لا نهاية. ولما يعدي أبونا هو وبيبخر الأجراس دي بترن وبتنبهنا إن أبونا معدي من جنبنا، وفي التوقيت ده لازم نطلب من ربنا يغفر لنا خطايانا. وبخور الكنيسة عبارة عن لبان ومضاف إليه نباتات تانية، ولازم يكون نباتي بالكامل ومفيش أي إضافات تانية. وبيصلي أبونا دايما في الأربع اتجاهات اللي هما الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبيحط بخور في الشورية. وزي ما الله قال في الكتاب المقدس: اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور.